اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير، واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير، وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم، وطمئن قلبي بشفائهم. اللهم وارزقهم الصحبة الصالحة، واحفظهم من النفوس الجامحة، وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا في العلم، وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم، وأعني أن أعرفهم عليك، ولا تقبضني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك. واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي، وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعد مماتي. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة، ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، عاجل غير آجل، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو جديد اوعدكم ان انتوا هتتنشطوا بعده جدا جدا، وهتاخدوا منه طاقة حلوة قوي. هنعمل كده روتين في المطبخ حلو جدا، بس للأمانة الروتين ده قديم، يعني كنت عاملاه قبل كده، بس قلت برضو انزله كده معاكم واشجعكم. لو انتي بقى مطبخك مش نضيف وعايز يتنضف وكسلانة، شوفي الافكار الحلوة اللي في الفيديو ده وان شاء الله هتعجبك. والنهاردة هنتكلم مع بعض في تعليق جالي، بس هو بصراحة محتاج كده ايه اجابة طويلة شوية، فقلت كده بدل ما نتكلم على الفاضي اجيب لكم كده روتين يشجعكم وبالمرة نتكلم فيه. هنتكلم ازاي انا علمت اولادي ان هما خلاص يخلعوا البامبرز ويبتدوا ان هما يعتمدوا على نفسهم في دخول الحمام. ده كان سؤال متابعة في الفيديو اللي فات، وقالت لي يا ام يزيد انتي حكيتي قبل كده ان انتي عندك ولدين، ممكن تعرفيني ازاي خليتيهم يعتمدوا يعني ان هم يخشوا الحمام ولا هم لسه صغيرين؟ انا اولادي ربنا يبارك فيهم يا رب لسه صغيرين، بس الحمد لله عدينا مرحلة البامبرز دي خلاص. هقول لكم كده على افكار حلوة، هو تعليقها ده لما جالي هي اللي شجعتني ان انا اتكلم في الفيديو عن الموضوع ده. وكمان ما كنتش بصراحة ناوية انزل فيديو النهاردة، رغم ان القناة واقعة جدا جدا في مشاهداتها، وقعت خالص، مش عارفة اقومها تاني. فقلت خلاص بقى فرصة كده نتكلم في الفيديو ده وانزل لكم فيديو قديم، بس ان شاء الله هيشجعكم جدا. يلا بينا قبل ما نبتدي في روتين يومنا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. هي بتقولي إن ابنها ربنا يبارك لها فيه يا رب ويحفظه ويبارك لنا في أولادنا جميعا عنده 4 سنين. 4 سنين ده كبر شويتين كده على موضوع خلع البامبرز، يعني المفروض التوقيت الصح فيه بيبقى من 1.5 سنة، 2.5 بالكتير قوي، ان انتي تبدأي ان انتي خلاص تبتدي تعتمدي ان هو يدخل بقى الحمام ويعتمد على نفسه. طبعا مش هيعتمد على نفسه في الاول، بس ايه ان هو يطلب منك ان هو عايز اصلا انه يدخل الحمام في البداية كده. ان انتي تخلي طفلك يكبر عن 3 سنين. يعني هقولك كده معلومة انا كنت عارفاها من دكتور، ان هو كان بيقول لما كان بيجي مثلا طفل عنده تبول لا ارادي، كان بيقول ده السبب فيه، يعني مجرد سبب من اسباب كتير، ان مامته ما بتعلموش دخول الحمام في سن صغير، بتستنى عليه لما يكبر وبتعلمه. في فقرة من فقرات الظهر، الفقرة دي ما بتقفلش لو الطفل ما تعلمش من صغره دخول الحمام. لازم يتعلم من وهو صغير، زي ما قلنا كده 1.5 سنة، 2.5 بالكتير. لكن لو اتعلم لما يكبر هو ممكن يتعلم وكل حاجة وخلاص ويفهم، ويبتدي مثلا 2 3 سنين يبقى كويس جدا وخلاص، وكمان بيخش لوحده وكل حاجة، وتفاجئ الام ان هو فجأة بقى عنده تبول لا ارادي. تبول لا ارادي ممكن يجيله في النهار وهو صاحي ما يحسش مثلا بنفسه ويعمل حمام على نفسه، او هو نايم. ده بيبقى سببه الفقرة اللي هي ما اتقفلتش في الظهر من ورا، ودي بيبقى سبب واحد بس من اسبابها ان الام معلمتوش في سن صغير.
طبعا مش لازم على فكرة الموضوع ده يحصل، ممكن جدا تعلميه في سن كبير ويبقى كويس وخلاص ويتعلم ويعتمد بقى على نفسه دخول الحمام، ما يكونش عنده تبول لا ارادي ولا اي حاجة. ندخل بقى في حكاية انا علمت اولادي ازاي. بصي، انتي اول حاجة انتي كأم لازم تعرفي ان انتي بتعلمي ابنك حاجة عمره في حياته ما عارفها. هو من يوم ما اتولد وهو بيلبس البامبرز، فهو مش فاهم ايه اللي انتي بتقوله له، مش فاهم ايه البوتي اللي انتي مقعداه عليه او ايه الحمام اللي انتي مقعداه عليه. فلازم يكون عندك صبر. انا عارفة ان الموضوع بيبقى متعب جدا جدا في الاول، وبنتعصب وبنعمل حاجات كتيرة قوي، بس بجد العصبية وحشة جدا جدا في الموضوع ده. انت لازم تطولي بالك جدا وحطي في دماغك ان هو مش فاهم انت بتحكي له في ايه، مش فاهم انت بتقولي له ايه. فخلاص انت بقى اخدتي القرار ان انت خلاص هتعلميه. اولا تعليم دخول الحمام ده بيبقى ليه وقت، يعني ما ينفعش تيجي في الشتاء وتعلميه ازاي يخش الحمام، لا ما ينفعش، لازم الجو يبقى دافي، لان كده كده الطفل الصغير في الشتاء ممكن يغلط مرة او مرتين حتى لو متعلم، من السقعة ممكن يعمل على نفسه. فلا انت لازم تعلميه في وقت دافي، طبعا مش هيبقى فيه ادفى من الصيف. فاحنا خلاص دلوقتي الوقت ده مناسب جدا جدا. لو انت بقى ايه عايزة تعلمي ابنك ومكسلة ومش قادرة وعلمتيه مرة وهو مش فاهم فرجعتي تاني للبامبرز، لا الوقت ده حلو جدا. فابدأي بقى كده قوي كده قلبك وقوي كده هزيمتك، وقولي ان شاء الله، وادعي بقى ربنا كتير كده ان ربنا ييسر لك الامر ده. اي حاجه في حياتك ادعي ربنا كتير ان ربنا ييسرها لك، ان شاء الله باذن الله ربنا هييسرها لك. والله انا كنت بدعي وبصلي، وانا بصلي كده بدعي كده وانا ساجده ان ربنا ييسر لي الامر. خدي بقى انت مع نفسك كده القرار ان انا خلاص هبتدي معاه ومش هبطل ان انا ارجع في كلامي غير لما خلاص يتعلم ويبتدي ان هو يجي يطلب مني ان هو عايز يدخل الحمام. انت بقى عندك حل من التلاتة، هقولك 3 حلول ممكن تعمليها. اول حاجة ان انت تصحي من النوم تقلعيه البامبرز لغاية ما يجي ينام تلبسوله تاني. والحل التاني ان انت لا لما تصحي من النوم هتقلعيه البامبرز، بس لو خرجنا لو نزلنا رحنا في اي حتة في الشارع هلبسه البامبرز. وبرضو لما ارجع بقى مثلا هنكون بالليل او حاجة هفضل سايباه تاني يوم الصبح. وتالت قرار ان انتي هتاخدي قرار ان البامبرز هيتقلع وخلاص، مش هلبسهوله ولا صبح ولا ليل ولا حتى واحنا خارجين. انا جربت نوعين. اول نوع مع ابني الكبير وكان بصراحة تعبت مرتين. يعني انا اول نوع مع ابني الكبير كنت بلبسهوله لما نيجي نازلين، وكنت بلبسهوله وقت النوم. تمام، كنت بس اول ما بنصحى من النوم خلاص احنا مش نازلين النهارده، بقلعه البامبرز طول اليوم. بصراحه ابني التاني اخدت قرار مع نفسي ان انا هقلعه البامبرز مره واحده، ولا هلبسه له واحنا نازلين ولا هلبسه له وهو نايم. ده كان قرار صعب وده كمان كان قرار صعب، بس الاصعب ان انتي خلاص هتعوديه مثلا بالنهار ان هو ما يخشش الحمام ويجي بالليل يلبس البامبرز. هتيجي عليكي فتره ان انتي عايزه تقلعيه البامبرز كمان بالليل. فلا انا اخدت الحل الجذري وقلت في ابني التاني كنت خلاص بقى اتعلمت من ابني الاولاني، وجيت في ابني التاني قلعته البامبرز مره واحده. وكمان في حاجة تانية ان انتي بقى تاخدي قرار مع نفسك، هتقعديه على البوتي ولا هتدخليه الحمام على طول. طبعا بيبقى فيه كده حاجة دلوقتي للأطفال بتيجي في منها بتبقى اسفنج كده ومتنجدة، أو بتبقى بلاستيك بتجيبها له وبتحطها له على القعدة بتاعة الحمام وبتقعديه عليها عشان تبقى صغيرة كده على قده. وفي بقى ناس بقى الاول بتستسهل موضوع البوتي ده. طب انا هعلمه الاول على البوتي. برضو لو علمتيه على البوتي لازم تبقي عارفة ان دي خطوة خلاص علمتيه عليها. الخطوة التانية لازم تعلميه دخول الحمام، لان هو هيخاف، هو خلاص متعود على البوتي. فلا انتي يسري على نفسك وسهلي على نفسك، وهاتي البتاع اللي بتتباع دي حطيها على قعدة الحمام وعلميه عليها على طول. طيب هنعلمه بقى ازاي؟ اول ما نصحى، اول ما الطفل يصحى من النوم قومي جايه مقلعاه البامبرز. طبعا هو مش فاهم، هو هيحس على فكره خصوصا ان الجو حر، هيحس ان كان في حاجه حراه واتشالت، بس لسه هو مش فاهم البامبرز اتقال عليه. فانتي خلاص اول ما يصحى من النوم دخليه الحمام وافضلي واقفه جنبه لغايه ما يحاول يعمل حمام. ممكن ما يعملش من اول مره، وممكن اول ما تخرجيه بره الحمام يعمل على نفسه. ما تيأسيش بقى،
انتي خليكي وراه، خليكي واقفة معاه في الحمام فترات طويلة جدا، هتفضلي واقفة معاه لغاية ما يعمل. اول مرة هتبقي عديتي نص الموضوع، ان هو يعمل اول مرة هتبقي عديتي نص الموضوع، ان هو يعني فهم ان في حاجة نزلت منه مثلا وايه، والموضوع ده ايه، ده هو ده اللي ماما مستنياه مني، هو ده اللي احنا كل يوم بنخش الحمام عشان الموضوع ده. فهو خلاص كده هيبتدي ان هو يدرك ان في حاجة المفروض اعملها في المكان ده، وهو ان انا ايه، هعمل الحمام. تمام. خلاص عمل اول مرة، اظبطي الساعة، خلي كده الساعة في ايدك، عمل مثلا الساعة واحدة، كانت الساعة واحدة هي اول مرة، عدي ساعة او ساعة ونص ودخليه تاني الحمام. عندي ساعة بس في الأول كده، خليها ساعة واحدة بس. خلاص عدت الساعة، قومي جاية واخداه ومدخلاه الحمام تاني. والكلام بقى اللي انت كنتي بتقوله له في الأول، طبعا أول ما يعمل أول مرة دي اعملي له بقى فرح، فرح كده، حبيبي شاطر، برافو عليك، انت شاطر، انت جميل، انت فاهمه، امدحي فيه كتير قوي قوي ان هو عمل الموضوع ده. خلي كده كانه اخد جائزه نوبل. يعني حاولي تمدحي فيه كتير جدا، حاولي تجيبي له بونبونيه، اي حاجه بقى هو بيحبها اديها له في الوقت ده، قولي له عشان انت شاطر وعملت بيبي في الحمام، انت شاطر وعملت بيبي في الحمام. افضلي بقى ايه، شجعي عنده الحته دي. وكمان وانتي موقفاه كده عشان يعمل حمام، يعني هو في الحمام، حاولي تفضلي تقولي له يلا حبيبي اعمل بيبي، شاطر، هنعمل بيبي هنا، البامبرز نوتي، البامبرز وحش، يا كخ مش عارف ايه. الكلام ده كله هيحاول ان هو يربطه كله مع بعضه في اول مرة ان هو يعمل فيها حمام. وما تفكريش ان هو لو عمل حمام مرة يبقى هو كده فاهم، لا، هو لسه ما فهمش، لسه برضو ما ادركش الموضوع. وممكن يكون فهم نص الموضوع بس هينسى، مش هتيجي خلاص في باله، لان هو خلاص هو متعود وهو بيلعب وهو قاعد وهو بيعمل كل حاجة بيعمل في البامبرز. لكن لما انت بقى تعوديه، افهمي ان هو هينسى. فانت لازم كل ساعة، يعني لو عرفتي كمان اقل من ساعة، تاخديه كده وتوقفيه في الحمام، تقعديه في الحمام، تقولي له يلا حبيبي بيبي، يلا شاطر، انت شاطر، انت جميل. الكلام ده كله بيحفزه. وتفضلي واقفة، على فكرة يعني انت لازم تعرفي ان انت هتقضي وقت كبير جدا جدا في الحمام معاه علشان يتعلم. لو عملتي الموضوع ده كل يوم بجد، يعني ايه، ممكن الموضوع ياخد معاكي اسبوع ويبتدي ان هو يفهم ويعرف. اصبري وخلي عندك ارادة قوية جدا ان انتي خلاص هتعلميه الموضوع ده. خلاص بقى احنا في الصيف دلوقتي، فانا قدامي اهو فترة لغاية ما الشتا يجي، هيكون ان شاء الله اتعلم وبقى كويس جدا. طيب في الشارع بقى هتعملي ايه؟ لو انا مثلا عايزة انزل ولازم انزل، وهو بقى مش هلبسه البامبرز، خلاص انا خدت قرار مع نفسي ان انا مش هلبسه البامبرز خالص. هتعملي ايه؟ اولا يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت في الفتره دي تكوني متواجده في البيت اكتر وقت. حاولي على قد ما تقدري ما تنزليش، يعني بلاش مثلا ايه فسح في اماكن ما فيهاش حمام للاطفال، او انت مش هتعرفي تدخليه الحمام. لكن لو مكان فيه دخول حمام عادي جدا هتاخديه. كل شويه برضو هتقومي جايه مدخلاه الحمام ومطلعه، وتقعدي معاه بس كده ايه شويه جوه ومطلعه. كل شويه هتفضلي تذكريه، طول ما انتي ماشيه في الشارع هتفضلي تذكريه، يا حبيبي لو في بيبي قول لماما، يا حبيبي لو عايز بيبي قول لماما، وهكذا 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 لغايه ما يتعود. طيب بالليل وهو نايم، هو دلوقتي مثلا نام الساعه 12، تمام، هتدخليه الحمام قبل ما ينام. قبل ما ينام لازم يخش الحمام، وافضلي وراه لغايه ما يعمل. لازم بقى، لازم يعمل حمام قبل ما ينام. تمام عمل. طيب هتدخليه ينام، هتعدي ساعة ونص، ساعة ونص بالظبط، خديه كده من على السرير حتى لو هو مش فايق، خديه قعديه في الحمام وقولي له يلا حبيبي اعمل. هو هيعمل على فكرة، لان المثانة بتكون المية من ساعة ونص لساعتين، فهو ان شاء الله ان شاء الله هيعمل في الوقت ده. طيب عدى خلاص ساعة ونص، حاولي بقى تقللي المية شوية، ما تشربوش مية قبل ما ينام كده علشان انتي مش عايزاه يعمل على نفسه. بس برضو احتياطيا حطي تحته مشمع، يعني هاتي ملاية كده قديمة عندك وحطيها في مشمع، وخيطي الملاية في المشمع ونيميه عليها، دي خلاص بقى ايه بتاعته، بحيث مثلا لو عمل حمام او حاجة يعمل عليها وما يبهدلكيش الدنيا. لان هو وارد جدا في الاول انه يعمل وهو نايم، وارد ان انتي تروح عليكي نومه ما تعرفيش تصحيه، وارد ان انتي تكسلي تقومي. فخلي الملاية برضو ايه تحته كده احتياطيا، بس لازم لازم تقوميه اول ما ينام
بعد ساعة ونص من نومه تصحيه تدخليه الحمام، يعني ساعة ونص وما يزيدش عن ساعتين، يا اما يعني من ساعة ونص لساعتين. يعني لو هينام الساعة 12 تصحيه 1:30، 2:45، 2:15، 2. لكن بعد كده ممكن تقومي تلاقيه غرق الدنيا. تمام كده. فهتقوميه بقى، وهو حتى لو هو نايم رايح في النوم خالص برضو قوميه، دخليه الحمام هيعمل. خلاص هتدخليه بقى تاني ينام. لو ما شربتوش ميه او خلاص ما شربش ميه ولا اي حاجه، استني كده ايه 3 ساعات كمان، اظبطي المنبه بقى 3 ساعات وصحيه مرة كمان، دخليه الحمام. خلاص هتيجي تنيميه تاني، لو ما شربش ميه او ما عملش، ما طلبش مثلا ماما عايز اشرب او حاجه، خلاص دخليه ينام. وممكن كده بقى ما تصحيش غير تاني يوم الصبح. لكن لو طلب منك ميه، بعد ما يطلب منك الميه اظبطي المنبه بعديها بساعة ونص او ساعتين ودخليه الحمام مرة هو كمان. الموضوع صعب جدا في الاول، وبتحسي كده ان انتي بتحاربي نفسك وبتحاربي في حرب اعصاب وتوتر، وممكن البيت يتبهدل شوية. بس يعني نصيحة مني ليكي تشيلي السجاد، تشيلي اي حاجة مفروشة على الارض، وممكن كمان تجيبي له بنتي مشمع وتحطي له كده حتة قماشة فيها او حاجة، عشان ايه ما يبهدلش الدنيا ولا كده. في دلوقتي بنتيهات بتتباع للمواضيع دي بالذات، هتلاقيه عند اي حد بيبيع هدوم داخلية والحاجات دي. والستول انتي طبعا عارفة وقته في البامبرز بيعمل امتى، يعني كل ام عارفة وقت ابنها في البامبرز بيعمل امتى. فانتي حاولي اول ما يصحى من النوم الصبح تقعديه شوية، وكمان تقعديه كده بعد الاكل كده بشوية ولا حاجة، وان شاء الله الموضوع واحدة واحدة هيبقى سهل وسلس، وكل مادة هيبقى اسهل من المرة اللي قبلها. ربنا يعينك ويقويكي. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى من كل قلبي تكوني استفدتي مني ولو بمعلومة بسيطة. اشوفكم فيديوهات تانية كتير، ولو عايزين اي مواضيع تانية نتكلم فيها وانا اقدر اتكلم فيها معاكم هتكلم معاكم فيها. اشوفكم فيديوهات تانية كتير، اسيبكم في رعاية الرحمن. مع السلامة.